الكلب من وفائه لما بترمي له حته عظمه بيقعد يهز في ديله كده ويفرح بيك وعمره ما بينبح فيك ولا يعضك. انما ابن الكلب تلاقيه بيعض الايد اللي اكل منها. يعني بدل ما يقول كلمه شكر حلوه كده طالع ياكل الدوله اللي طفحته، اللي كانت مأوى وملاذ لابوه وامه واهله وقت الحرب، واللي احتضنت ملايين من شعبه لما اتشردوا في 2011. يا عم ده انت مصر كانت فاتحه لك حضنها، لا قالت عليك لاجئ ولا قالت غريب، وكنت بتتعامل زيك زينا ويمكن احسن كمان. يعني الباشا عاش وسطنا واتعلم واتعالج واكل من خيرها، ولما رجع سليم وبسلام وبوش مرفوع، بس قلبه ما فيهوش غير كره وناكر للجميل. يا عم اقسم بالله احنا مش محتاجين منك تشكر ولا محتاجين منك وردايه، احنا بس عملنا اللي احنا اتربينا عليه، الشهامه والجدعنه والعشره اللي المصري ما بيعرفش يسيبها حتى لو مع غريب. بس الحمد لله الرساله دي تعتبر وصلت من ربنا، اللي هو خلي بالكم اللي بتكرمه النهارده بيبقى اول واحد بيطعنك بكره، لان اللي ما بيقدرش المعروف عمره ما هيصون الجميل. واكتر حاجه بقى بتضحكني ان الواد اللي اسمه احمد الشرج طلع يتكلم عن الدول والتقدم وكانه سكرتير الامم المتحده. يا عم ده انت نص بلدك تحت رجلين تركيا والنص التاني محتل، و80% من شعبك هرب ومش ناويين يرجعوا. ده انت لو عملت تعداد السكان في بلدك هتلاقي السكان الاصليين اقل من المغتربين. حتى اسال لطيفه مراتك، هي كاتباهم في كراسه صفرا كده بتاعت الجمعيه، كل اللي موجودين عامله بيهم جمعيه، وجاي في الاخر يا كتف امك بتنظر على مصر اللي شالت اهلك وشالت بلدك. ده حتى ابوك لما كان في المدرسه بتاعته اساله كده كان بياخد الخريطه في الدراسات الاجتماعيه، خريطه بلدك كانت ناقصه الجولان، وانت اخر مره شفت فيها خريطه كامله لبلدك كنت انت ساعتها في ثالثه اعدادي. واسال المدام لطيفه، ما هي كانت في المدرسه اللي قدامك. يعني ولادكم اللي جايين دولت ان شاء الله مش هيلاقوا خريطه اصلا، هيلاقوا علامه استفهام ومكتوب عليها سوريا كانت هنا. قالوا جاي بيتكلم عن المتحف المصري الكبير وكانه فاهم كل حاجه، فاكر هو بس ان الموضوع صور وتماثيل. لا يا حبيبي ده تاريخ وحضاره والاف السنين من العظمه. احنا بنحتفل باصلنا بهويتنا بجذورنا اللي محدش يقدر يقلعها. احنا يا ابني لما بنفتكر جدودنا بنفتكر حضاره علمت الدنيا كلها، علمتكم الزراعه والهندسه والطب والنجوم، وانت لسه بتسال ازاي نزرع بصل فوق سطح حماك ابو لطيفه. وبعدين تعالى بقى يا جوز لطيفه، هو انت عارف الفرق ما بيننا وما بينكم ايه ولا؟ احنا عندنا تاريخ ما بيتباعش، انما انتوا عندكم تاريخ اتباع، ونسبوا نفسهم لقبيله من دوله تانية وقال لك احنا بني اميه. طب ماشي يا بني اميه، بس هو فين اميه دي دلوقتي؟ اوعى تقول لي خرجت مع لطيفه يشتروا طلبات البيت، دي حتى الجينات يا راجل مش مصدقاكم. انتوا مش بعيد تعملوا تحاليل دي ان ايه تدوروا على حد من جدودكم يتبناكم. احنا بنحتفل بامجاد جدود من الاف السنين، وانتوا لسه بتدوروا على جد من اي جدود مش لاقيين له حتى قبر. احنا جدودنا سابوا لنا حضاره وسابوا لنا بقى ابو الغول والاهرامات، لكن انتوا جدودكم سابوا لكم خيام يا ولا. احنا بنفخر بالحضاره وانتوا بتفخروا بالوصايه. وبعدين تعالى يا ولا، انت بتتكلم عن الدوله المستقله، ده قرارات بلدك يا ولا يا جوز لطيفه بتتكتب في دول تانية، وانت يا دوب بتطلع تلقيها زي الشعر. يعني تمام يا فندي، حاضر يا فندي. يعني جوز لطيفه ما بيعرفش حتى يطلع منديل ينف فيه بربوره الا بعد ما يستأذن، ولو قالوا له لا بيفضل يلحس فيه بلسانه كده وهو نازل على بقه. وجاي دلوقتي عايز تتكلم عن سياده؟ يا عم خليك في حالك يا عم، وخليك مع لطيفه، خدها كده فسحها في الحتت المحتله اللي عندكم كده، وسيبنا احنا نفرح ونضحك وننبسط ونبلوا الشربات ونفتخر ببلدنا، البلد اللي علمت الدنيا كلها يعني ايه حضاره، وفهمتنا الناس اللي حوالينا اللي عندهم حقاره، وعرفتنا الفرق بين اللي ليه اصل واللي لسه بيدور على اصل. يعني بالله عليك احنا بنضحك وبنفرح بافتتاح المتحف، صرم امك مالك؟ ما انتوا عمالين تدوروا على اي متحف تعرضوا فيه اثار جدكم، خريه الكلب اللي انتوا بتلاقوها في الصحراء. والكلام هنا بقى في العموم وفي اللي مشغلين جوز لطيفه ابن الظريفه. خليك فاكر يا شرج يا جوز لطيفه ان اللي ملوش ماضي ملوش حاضر وملوش وجود، واللي بينكر الجميل عمره ما بيعرف يعيش مرفوع الراس. ولو عندك مشكله مع التاريخ فالمشكله مش فينا والله يا جوز لطيفه، المشكله انك ما بتملكش تاريخ اصلا. اسال كده لطيفه في البيت وانتوا قاعدين ساعه العصاري كده بتروقوا على بعض، قول لها هو انا ليا تاريخ؟ هتقول لك منين يا حسره، ده انا جايباك من الجبال، وما صدقنا لبسوك كرافته فوشيا وقعد جنب واحده فستانها فوشيا، مع ان الموضه دي خلصت من زمان. لكن انا دلوقتي عايز اقول رساله لكل الشعب المصري، بالله عليكم معلش تعالوا على نفسكم شويه يا جماعه، وراعوا مشاعر الناس شويه، افرحوا بس بشويش، يعني ارقصوا على الهادي، البسوا فراعنه يعني على الهادي، البس نصك فراعنه ونص التاني عادي، علشان ما ينفعش نفرح وننبسط ونضحك وندلوا الشربات واتباع الجولاني هناك في سوريا تعبانين نفسيا. بقول لك لسه بيعملوا دي ان ايه، بيدوروا فيه على اصلهم. رساله بقى لكل الدنيا اللي عامله نفسهم حبايبنا، سيبوا التاريخ لاصحابه.
لاصحابه، وسيبوا الفخر للي يستحقه، وسيبوا اللي في ايديكوا وشيروها له.